عايزك تتخيل معايا كده إنك بتوصل لأقصى نقطة في كوكبنا، وبعدها بتلاقي جدار جليدي ضخم طوله بيوصل لكيلومترات. جدار ممنوع أي حد يقرب منه، ومحدش يعرف إيه اللي بعد منه. وده مش مجرد جدار طبيعي، دي حكاية الجدار الجليدي اللي بيلف على القارة القطبية الجنوبية، واللي بيخفي أسرار مرعبة عن عوالم موازية وكائنات متحجرة. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الجدار الجليدي ده موجود فعلا، هو عبارة عن نهاية القارة القطبية الجنوبية اللي بيوصل فيها الجليد لارتفاعات مهولة، ممكن توصل لأكتر من 3 كيلو متر في بعض الأماكن. الجدار ده بيخلي القارة كلها صعب إنك توصل لها عن طريق البحر في أغلب مناطقها. وبعد الحرب العالمية التانية كل القوى العظمى في العالم عملوا معاهدة سرية بتقول ممنوع تماما المطالبة بملكية أي أرض جوه القارة، وممنوع تماما أي نشاط عسكري أو نووي، وممنوع تماما أي استكشاف للتنقيب عن المعادن. والأهم إن معظم أجزاء الجدار الجليدي ده ممنوع تماما على أي شخص إن هو يقرب منه. وكان السؤال هنا، ليه العالم كله متفق على حماية جدار جليدي؟ وليه في حظر على استغلال أرض بحجم قارة كاملة؟ والله هو الإجابة الرسمية إن بيتعمل أبحاث علمية وسلمية، لكن الإجابة دي بتخفي وراها أسرار كتير. أما الغموض بيبدأ من قبل اكتشاف القارة دي بشكل رسمي. خريطة بيري ريس دي خريطة عثمانية قديمة بترجع ل 1513، بتصور القارة الأمريكية، لكن الصدمة إنها بتصور كمان ساحل القارة القطبية بوضوح وكأنه من غير جليد. العلماء بيقولوا إن القارة دي متغطية بالجليد من آلاف السنين، ده معناه إن الخريطة دي بترجع لخريطة أقدم بكتير، بترجع لأيام كانت فيها القارة دافية. طيب سؤال مهم، هل الخريطة دي دليل على وجود حضارة متقدمة عاشت في القارة قبل آلاف السنين؟ وهل دي هي الحضارة اللي بنت الأهرامات العملاقة اللي اكتشفوها تحت الجليد زي ما بيتقال؟ وتعالى خدكم لناحية تانية وحادثة أغرب. في سنة 1946 الولايات المتحدة بعتت أكبر بعثة استكشافية بحرية في التاريخ للقارة المتجمدة بقيادة ريتشارد بيرد. الحملة كانت ضخمة، 13 سفينة حربية وحملة طيران وأكتر من 4000 جندي. تحسها كده غزو عسكري مش بعثة استكشاف. البعثة كانت المفروض تقعد 6 شهور، لكنها اتقطعت فجأة بعد شهرين بس، وريتشارد رجع بسرعة كبيرة. بعد ما رجع ريتشارد عمل مقابلة سريعة مع صحفي أرجنتيني قال فيها إن لازم الولايات المتحدة تدافع عن نفسها ضد هجوم الأعداء اللي هيجوا من القطبين، واللي في إمكانهم يطيروا من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بسرعة مذهلة. طب مين دول يا عم ريتشارد؟ فهمنا أي حاجة؟ مفيش أبدا. والمقابلة دي اتمنع نشرها، وريتشارد بعدها سكت للأبد. الناس اللي بتصدق القصة دي بيقولوا إن النازيين قبل نهاية الحرب بعتوا غواصات سرية للقارة، وعملوا قاعدة تحت الأرض اسمها القاعدة 211، وكانوا بيطوروا فيها تكنولوجيا أطباق طايرة. في عملية اتسمت الوثب العالي، وقتها اتحولت لمعركة حقيقية بين الأسطول الأمريكي وقوات نازية مجهولة. وده الحقيقة بيفسر سبب رجوع ريتشارد المفاجئ وتصريحاته المرعبة. وكالعادة في شوية نظريات هناخدهم سوا. النظرية الأولى، ودي من أغرب وأخطر النظريات اللي ريتشارد نفسه اتهموه إنه كان بيؤمن بيها. النظرية بتقول إن القطب الشمالي والجنوبي مش مجرد نقط على الخريطة، لكنهم عبارة عن مداخل سرية لقارة داخلية أو عالم مجوف ضخم جوه الأرض. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني في شمس داخلية وحضارة متقدمة. العالم الجوفي ده اللي بيسموه أجارسة فيه محيطات وحياة كاملة، وكمان الحضارة المتقدمة دي ممكن تكون هي اللي ساعدت النازيين في تكنولوجيا الطيران. وبيتقال كمان إن ريتشارد لما راح هناك اكتشف المدخل ده، وإنه كان بيطير لمسافات طويلة جوه الأرض، وشاف أشجار خضراء وحيوانات منقرضة، وإن مهمته الأساسية كانت حماية المدخل ده. أما النظرية التانية إن الجدار الجليدي هو نهاية العالم، أو بمعنى أصح نظرية الأرض المسطحة. في نظرية الأرض المسطحة الجدار الجليدي ده بياخد معنى تاني خالص. المؤمنين بالنظرية دي بيقولوا إن الجدار الجليدي ده مش حدود قارة، لأ، هو حافة العالم بتاعنا كله. هما بيقولوا إن ورا الجدار ده في قارات تانية غير مكتشفة وحياة تانية، وإن الحكومات كلها اتفقت إنها تخفي علينا الحقيقة دي عشان يحبسوا البشر في عالم واحد ويتحكموا فيهم. وسبب حراسة الجدار الشديدة دي عشان محدش يكتشف إن العالم بتاعنا مش بيضاوي الشكل أو مدور، وإنه ممتد لأبعد بكتير مما نتخيل. أما النظرية التالتة بيتقال إن تحت مسافة عميقة جدا من الجليد اللي متكون بقاله ملايين السنين في القارة في كيانات قديمة ومرعبة جدا. ممكن تكون كيانات قديمة أو كائنات فضائية اتحبست في السجن الجليدي ده من آلاف السنين.
وإن الجدار الجليدي ده مش بس حاجز طبيعي لكنه حاجز للطاقة بيمنع الكائنات دي إنها تصحى وتطلع للعالم تاني، وإن حراسة الجدار دي مش عشان نحمي اللي جواه، لأ خالص، ده عشان نحمي نفسنا من اللي جواه. أما النظرية الرابعة بتتكلم عن البوابات النجمية والتكنولوجيا المخفية. العلماء اكتشفوا تحت الجليد بحيرة ضخمة جدا ومعزولة عن العالم الخارجي من أكتر من 15 مليون سنة على عمق 4 كيلو متر. النظرية بتقول إن النازيين أو أي حضارة قديمة اكتشفت تحت الجليد ده تكنولوجيا فضائية متقدمة جدا، ممكن تكون عبارة عن بوابات نجمية بتنقل الناس لأماكن تانية في الكون أو لزمن تاني. وإن السر ورا الاتفاقية اللي حصلت هو مش مجرد حماية البيئة، لكن سباق سري بين القوى العظمى للسيطرة على التكنولوجيا دي قبل ما تقع في إيد أي طرف ممكن يستخدمها لتدمير العالم. الخلاصة بقى، الجدار الجليدي مش مجرد جليد، هو حاجز بين عالمنا وواقع تاني بيخفي بعضه أسرار ممكن تغير فهمنا لوجود البشرية كلها. يا ترى إيه هو الشيء اللي يستاهل إن العالم كله يتفق على إخفائه ورا جدار جليدي طوله آلاف الكيلومترات؟ وهل اللي بنشوفه ده هو فعلا نهاية العالم ولا بداية لعالم تاني خالص؟ مستني رأيكم.